السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ اهلا بيكم في قناتي سهر ستايل. النهارده انا ما كنتش مخططه للفيديو ده، لكن ايد المقشه بتاعتي اتكسرت فقررت ان انا استخدمها واعمل بيها حامل المناديل ده. ان شاء الله يعجبكم والفيديو يكون سهل عليكم. ويلا نبدا. اول حاجه عملتها جبت قطعه كرتون مقاس 28 في 30 سم، وبدات اعمل لها اي شكل كده من فوق، كيرف كده او اي حاجه يعني. اعملي الشكل اللي يعجبك. وبعدين قصيت الشكل اللي انا رسمته ده. عملت قطعتين كرتون بالشكل ده ولزقتهم في بعض بالغيره. قطعتين كرتون علشان يكون ليهم متانة اعلى من ان انت تكوني عاملاها قطعة واحدة يعني. بس ولزقتهم بالشكل ده. جبت 4 قطع كرتون مقاس 16 في 13 سنتي، ورسمت فيهم مستطيل كده من فوق وقصيته، وبدأت ألزق كل اتنين في بعض بالغيرة. كده بقى معايا الظهر والجوانب. هلزق بقى الجنبين في الظهر بالشمع، احط عليه شمع كده والزقه في الظهر، واجيب الجنب التاني كذلك احط عليه شمع والزقه برضو في الظهر. وبعدين هاجي على الحواف بقى زي ما اتعودنا احط عليها غيره. الغيره اولا هتديها متانه اعلى. وبعدين اجيب ورق خفيف، ورق كرافت او ورق جرايد او ورق مناديل حتى، وابدا الزقه على الحواف بحيث انها تبقى ناعمه. كده اخلي الحواف ناعمه واخلي القطع امتن. وبعدين اجيب ايد المقشه بقى اللي اتكسرت مني دي، هي اللي هتكون الاساس اللي هعلق عليه المناديل. بعد كده دهنت الكرتون اللي انا عملته ده بدهان بلاستيك بالشكل ده. طبعا اللون الابيض اساسي، لازم ندهنه قبل اي لون انت عايزه تعمليه. انا عملت لون اقرب للابيض شويه، هو ابيض، وحطيت عليه نقطه من اللون اللي هو الجملي ده، ما كنتش عايزاه بعيد قوي عن اللون الابيض. وبس ندهنه. طبعت الورقه دي من النت، انا هحطها لكم في البيج بتاعه الفيسبوك. وبعدين المنديل ده انا كنت استخدمته قبل كده، كنت جايباه من محلات 2.5، استخدمته قبل كده في فيديو العلب. واجيب الورنيش المائي وابدا الزق بيه الرسمه اللي انا طبعاها من النت دي، قصتها والزقها بالورنيش المائي. الزقها من النص، من النص لتحت كده، ومن النص للجوانب، عشان اخرج اي فقاعات هواء موجوده تحت الورقه، بحيث انها متبقاش مفرغه تحت وشكلها مش طبيعي. وبس كده بدات الزقها بقى بالورنيش المائي. وبعدين جبت الورود دي. الورود دي انا جايباها من محلات 2.5 وكده. كان باكت فيه 10 ب2 جنيه ونص. فقصيت منه الورود كده بالشكل ده وايه، وبدأت الزقها على الجوانب بتاعة القطعة بنفس الطريقة اللي لزقت بيها الورقة بالورنيش المائي برضو. اللي بيحب الحاجة كلاسيك ممكن تسيبها بالشكل ده، بس انا حبيت اعمل فيها شوية الوان كده تبقى كريزي كده شوية. فجبت نفس الالوان اللي موجودة في الرسمة اللي انا طبعاها، وبدأت اعملها كده بشكل عشوائي على الجوانب بتاعة القطعة اللي انا عاملاها. يعني مش بشكل محدد كده، بس بعمل الوان يعني مختلفة كده. وبعدين تجيبي الورنيش المائي بتاعك وتحطيه على القطعة كلها، بحيث ان هي تعمل لها عازل من اي مية. دول علقتين جبتهم من بتاع الحدايد والبويات، الواحدة ب3 جنيه ونص. المفروض بعد ما القطعة تنشف تبدأي تربطيها بالمسامير كده. وهنجيب كمان العلقتين بتوع الظهر ونعلقهم عشان نعلق عليهم القطعة بتاعتنا. وبس كده يبقى ده الشكل النهائي للقطعة بتاعتنا. يا رب يعجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.